عشان هي ايه الله لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا مساء الخير ومساء السعاده ومساء كل حاجه حلوه على عيون احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين جوه مصر وخارج مصر. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالخير وباليوم. كل سنه وانتم طيبين يا اعز اخوات واعز حبايب في الدنيا. النهارده يا حبايب قلبي احنا عندنا ايه جوله كده ايه هنروح شربين. شوفوا يا حبايب قلبي انا بصبن الفرشه. انا عارفه ان انتوا كلكم بتصبنوا وكلكم نضاف وكلكم بتعملوا احسن من مين؟ من خالقكم معبد. بفك الفرشه بتاعي الركنه والله العظيم يا حبايب قلبي انا فكاها سليمه. جت اركب الفرشه بتاعي الركنه شوفوا السوسته اتفسخت مني. فاحنا هناخدها دلوقتي والله يا حبايب قلبي لسه ام محمد جايه الوقت ده اهو. انتوا عارفين ربنا يعينها ويقويها ويرزقها يا رب برزق عيالي ويرزق كل من كان. قلت لها تعالي ياما نروح ايه شربين لان انا يا بنت ايه ما رضيتش حد يعمل السوس دي نشوف حد في شربين ولا لا. ان انا حد في شربين صاحي هنعملها لان انا مش متاكده لا حد صاحي ولا لا. فالمهم ايه هنتكل على الله بقى يا حبايب قلبي. نجيب شويه طلبات بقى من شربين. حبه طلبات ناقصين لنا هنجيبهم على قد ايدين على قد ايدي امشي. وكل سنه وانتم طيبين وتعودي عليكم الايام بخير. يلا بقى نطلع يا حبايب قلبي جوله في شربين كده نشوف هنعمل ايه وهنعمل الفرشه دي ولا لا. كده بقى يا حبايب قلبي احنا وصلنا شربين اهو عشان نجيب طلبات. الطلبات بتاعت ام عبد اللي هي محتاجاها. انتوا عارفين طبعا اني بشتغل وما بجيش يعني مش ماليش ميعاد محدد. فاحنا دلوقتي الساعه 12 بالليل حسب ما جيت من الشغل وجينا دلوقتي محل العطاره هنجيب منه طبعا مكرونه وشعريه وهنشوف. ما هو بقى هنخلي صاحب المحل هو اللي يعرفكم اسعاره ويتكلم معاكم. ارخص اسعار في السوق. عطاره الحاج علي الدنف من اقدم العطاره واقدم المحلات في شربين. وعندنا جميع انواع البهارات والاعشاب الطبيه والوصفات البلديه. وهي خارج من عندنا النهارده المكرونه والشعريه ولسان العصفور وفي مرقه الدجاج والزيت والسكر. عندهم كل حاجه طبعا ويعني حاجتهم نظيفه. احنا بنتعامل مع العطاره ديت بصراحه حاجتهم نظيفه جدا جدا جدا. وطبعا حبايب قلبي كل اللي طبعا حوالينا والمجاورين لنا عطارتهم حاجتهم نظيفه ويعني حاجه امان بصراحه وميزانهم حلو. فشجعوهم واللي حابب يشتري حاجه يجي يشتري من عندهم. وطبعا كله الى الامانه وهم بصراحه سمعتهم في السوق حاجه تانية بجد بجد. فهنشوف اسعاره هيقول لكم اسعار المكرونه بتاعته واسعار اليومين دول. يا الاسعار مولعه نار فصاحب المحل هيقول لكم الاسعار. هي عندنا المكرونه ب 18 جنيه. الصياد انضف انواع المكرونه وعندنا شعريه وعندنا مكرونه سباكيتي وعندنا مكرونه قلم ولسان عصفور وعندنا سحله بسيف درجه اولى وكاكاو وقرفه وبن وينسون وحلبه وجميع انواع المشروبات والبهارات. يلا بقى يا حبيب قلبي قول لهم العدس بتاعك ايه. يلا يا خالد. وعندنا عدس تركي اهو الدرجه الاولى كيلو ب 40 جنيه. ذره في شرب 38. لوبيا ب 50. مكرونه ب 18 جنيه. في دقيق السميط اللي هو بتاع البسبوسه الكيلو ب 24. رز بسمتي طويل الحبه ب 50 جنيه. خالد كرتونه زيت من جوه الهنا. وعندنا كيلو السكر ب 20. الشريف في لفه كده. طبعا يا حبايب قلبي يعني انا يعني بصراحه هو اسلوبه كويس وانسان ذوق. وطبعا هو ادانا بقى المتاح ان احنا نصور في المحل بتاعه فشجعوه. اللي حابب ياخد حاجه من العطاره طبعا حاجته نضيفه جدا. وانتوا عارفين حاجتنا يعني وعارفين طبخنا وعارفين كل حاجه احنا بنعملها مع بعض. فحاجته نضيفه ويستاهل الدعم ويستاهل ان احنا نشتري منه. وطبعا امين في كل شيء. فادى العطاره بتاعته يا حبايب قلبي اسمها علي الدنف. فاللي حابب يشتري يجي يشتري من عنده. ايوه يا حبايب قلبي يلا بينا نكمل التسويق بقى يا حبايب قلبي. بعد ما رحنا طبعا عند العطاره جينا فين ام عبده حلفت ما نروحش النهارده غير ما نجيب فسيخ من عند الفسخاني. يعني انا هوريكم طبعا المحل من بره وهنسيب الكلام لمين بتاع المحل هو اللي هيشرح لكم الحاجه اللي عنده لان هو طبعا هو اكيد عارف حاجته ازاي. وهنشوف الاوضاع عنده ازاي واوريكم المحل. بس انا حبيت اصور لكم من بره حاجه نظافه جدا جدا اهو. فسخاني النزيهه اهي حاجه نظيفه جدا. واحنا طبعا متعاملين مع المحل ده حاجته جميله جدا. وشوفوا الحاجه بتبان من عنوانها يا حبايب قلبي حاجه نظيفه جدا. ويعني الحاجه بتبان من طريقتها. اول ما تخش المحل تلاقي المحل نظيف وحاجته نظيفه تاخده وانت مطمنه. المحل مش نظيف طبعا ما تشتريش منه لان حاجته تبقى مش نظيفه. ودي شوفوا المحل بتاعنا. يلا بينا نخش نقول له ايه
يلا السلام عليكم. ازيك يا ام عبد؟ تيجي تاخدي فسيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عايزين فسيخ، قول لنا بقى اسعار الفسيخ واسعار الرنجه بتاعتك وعرفنا أسعار. عايزه تعرف الرنجه الاول ولا الفسيخ؟ لا عرفنا احنا لسه داخلين. انا عندي رنجه مطلوبه بعين، رنجه بسم الله ما شاء الله، مش عشان خاطر انا ابيعها ولا كلام من ده، انا عايزك تاخديها وتجربيها الاول. هي شهاده لله، انا باخد منك على طول، بس باخد فسيخ، انا ما باكلش الرنجه لا انا ولا امي، فباخد فسيخ، ودي شهاده بصراحه حاجته نظيفه جدا، وهو المحل الوحيد في شربين صح؟ انتوا الوحيدين في شربين مش كده؟ ولا في حد لا غيركم؟ في حد تاني بس الله يرزقه الجميع. لا انا ما اعرفش الا هو بامانه، انا ما اعرفش غير اللي هو المحل ده. المحل ده فين؟ المحل ده موجود جنبينا هنا بس الله يرزقه لا قول لهم فين الطريق. ده شربين شارع الاصلاح الزراعي تحت اسفل الدكتور احمد رؤوف. هذا يا حبايب قلبي ايه زي ما انتم شايفين، طبعا هو شرح لكم المحل بتاعه واقول لكم زي ما قلت لكم في وبعدين اول. لو اي حد تايه ينزل شربين يركب اي توك توك يقول له ودينا عند فسخان النزيه اللي في السوق بس. ربنا يرزقك يا ابني، ربنا يرزقك. واسعارهم حلوه جدا، واقول لكم بيتهود بامانه، وبامانه هو بيتهود، وانا زبونه عنده. ما شاء الله يعني عنده ذمه وميزانه حلو يعني. يلا يا حبايبي نشوف بقى اسعار. عندي رنجه مغلفه اهي، حاجه نضيفه والله، مش عشان خاطر انا اربحها والله. وعندي رنجه مطروخ اللي هو الناشف. عندي بقى الفسيخ، تعال اتفرج على الفسيخ. عندي الحبايتين كيلو. قول بقى اسعارك ايه؟ ده الحبايتين كيلو 180 جنيه بس. وعندي بقى الثلاث حبايات كيلو. عندي الثلاث حبايات كيلو ب 150 جنيه بس. ده اسعاره حبايبي. وعندي بقى سردين اللي هو البلدي. وعندي برضو الاربع حبايات كيلو ب 130 بس. وعندي سردين من مصر النزل، عندي جميع ايوه جميع الاسماك المملحه. عندي بقى السردين. ده السردين البلدي. اسعاره ده السردين البلدي ب 80 جنيه بس. هو والله بيتباع طازه اصلا ب 80 جنيه. ربنا يرزقك يا رب وشجعوا يا حبايب قلبي، عايزين تشجيع عليهم طبعا. وعندي علب سردين جاهزه للاكل على طول. العلبه ب 30 جنيه بس. والله من اقل نص كيلو. حاجه فاخر من الاخر. ربنا يرزقك يا ابني، ربنا يرزقه، عايزين دعوه لينا، ربنا يرزقه يا رب برزق حلال الجلال. ودي مصدر رزق يا حبايبي. قلبي في المشاريع اللي هم بيعملوها. دي مصدر رزق زي ما انتم عارفين، دي بقى مصدر رزق لاي واحد فاتح محل. اي شاب تشجعوه ولازم نديله الطاقه الايجابيه، لان هو شاب طبعا، ولازم نديله الطاقه الايجابيه ونشتري منه ونشجعه. طبعا دي بتبقى مسيره الحياه يا حبايب قلبي زي ما انتم عارفين، احنا في عيشه غاليه جدا جدا، فلازم نشجعهم ونشتري منهم عشان كل واحد ربنا يفتح له بيته. طبعا دي بحبكم ووقفتكم جنب الشباب هيبقوا يعني هيكبروا وهيعلوا. وما تنسوش بقى اللايك يا حبايب قلبي لام عبده وللفسخاني طبعا النزيه اهوت. وشوف يعني المكان بيدل على النظافه اللي هو فيها بصراحه. المحل بتاعه نضيف والله العظيم للامانه، حاجه نضيفه جدا جدا اهوت، بارك الله فيه اهو. وهتعمل مفتح، هتعمل غشيم، مفيش غير الفسخان النزيه. ربنا يرزقك. ربنا يرزقك يا كده يا حبايب قلبي. طبعا دي كان المحل اللي احنا اشترينا منه، فحبيت ان انا ايه اوريكم طبعا المحل وهيئه المحل عشان اعرفكم ان طبعا المكان او النظافه بتبقى عنوان الحاجه اللي انت داخلها. فطبعا دي العنوان بتاعهم، حاجه نظيفه جدا جدا جدا، وشجعوهم. ويلا بينا ننتقل لمكان تاني ونشوفوا مع عبده هتودينا فين. جيت هبطت وقعدتي هبط لفينا لما دخنا وما عملناش السوسته اللي احنا رايحين نلاقي الشربين اهي ما اتعملتش عشان جاينا متاخره. الشغل دي بياخدك يا بنتي، ما بجيبكش الا متاخر. اهي كل ما اقفليها شوفي اهي مفسوخه يعني مشوار على الفاضي. لو انتوا كنت جاتي بدري يا علي كنا احنا زماننا ايه عملناه. انت عارفه الساعه كام يما؟ الساعه كام يا الساعه 2. يلا نستحر بقى، كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. نستحر بقى قبل ما ننام. عيد سعيد علينا وعليكم. عليكم وعلينا وعلى الامه العربيه الاسلاميه بخير يا رب. ويا رب ما يحرم حد من الليل يا رب. وطمنا عليك يا حسام يا اخويا، يا ربنا طمنا عليك. طبعا يا امي انت لففتنا شربين من الساعه 12 للساعه 2 وما جبتيش اي حاجه للعيد. هو انا لقيت حد؟ انا بتاع المحل اللي هو فيه اللي احنا مصورين اسمه ايه عند ابوك علي الدناف والفسخاني دول اللي الانام فاتحين. يعني انت رحتي جبت لنا فسيخ عشان انت هتصوم وبعد العيد تاكلي فسيخ ما يبقاش فيه سمك، المحلات هياخدوا اجازه ومش عارفه تجيبي حلاوه العيل. يما بقى انت عارفه ظروف العيد ده عيد لحم
كل سنه وانت طيبه يما. العيد وانت ده عيد طيبة يما. لحمه، ومين اللي هيجيب حلاوه ومين اللي هيجيله نفس في العيد يجيب حاجه، والقلب موجوع. وهو القلب موجوع من جوه، القلب موجوع على عز الحبايب. ويما كل يوم بفوت على الانسان بيبقى يوم عيد، وكل يوم يفوت من عمرك وانت بصحه وعيالك حلوين قدام منك وانت صحتك حلوه، بيبقى يوم عيد يا بنتي، بيبقى يوم عيد يا حبيبه قلبي. ربنا يطمنا على يا رب، حسام يا رب يا ويفك بنتي. كربه. وطبعا حبايب قلبي يا احنا رب. يعني رحنا شربين، جبنا الطلبات بتاعت امي لا، إن شاء الله. للاكل، يعني زي مكرونه وشعريه وحاجات يعني مستلزمات البيت. بس هي حلفت ما جايبه اي حلاوه ولا جايبه اي حاجه للعيد، عشان خاطر طبعا حسام خالي ربنا احنا يفك جبنا كربه. مكرونه وجبنا شعريه وقالت لي هي ما احنا ورناها واحنا في طب المحل. احنا جبنا مكرونه وجبنا شعريه وجبنا سكر وجبنا صابون وجبنا اريال وجبنا زيت. وجبنا فسيخ وجين. وكل سنه وانتم طيبين وتعودها عليكم الايام بخير يا رب، وما يحرم حد من حبيبه ولا يحرم حد من عياله، واجعلها سنه سعيده عليكم وعلينا وعلى الامه العربيه الاسلاميه بخير يا رب، وعلى العالم كله. وكل يوم يا بنت تفوت على بني ادم، الناس يعني ما تاكلش الا يوم العيد بس يا علي، الناس هتاكل. بس احنا ما بتاكل كنا كل يوم. متعودين بقى. الناس بتاكل كل يوم يا بنت، كل يوم الناس بتاكل. يلا انا عارفه ياما ان ربنا انت يطمنا زعلانه. بس على خالك، يا وان رب. شاء الله لما ربنا يطمنا عليه هجيب الحلو اللي في الدنيا كلها. ربنا يطمنا عليه حبايب قلبي. عايزين دعوه بقى كده في الايام المفترجه اليومين مفترجة دول. هي دعوة والنهارده كده. طبعا والف شكر للي يدعي له، واحنا في ايام مفترجه واللي واقف على جبل عرفات وعارف ربنا يدعي له اللي ربنا يفك كربه ويفك محنته يا رب. ودعوه كده من اخت من اخ من اب من اي حد، دعوه كده دعوه مستجابه، ربنا يفك كربه وكرب المكروبين. طبعا يا حبايب قلبي بقى النهارده احنا هنقضي العيد بتاعنا على قد ما نقدر، لان امي طبعا زعلانه. وحتى امتى انا بصراحه قلت لها في شربين هات لنا حلاوه، هي رفضت للامانه، قالت لي مانيش جايبه اي حاجه ولا جايبه حلاوه ولا جايبه اي حاجه. طبعا احنا عشان ابقى صادقه معاكم، صاحب المال اعطيني فول واعطيني ترمس، والله للامانه بجد اداني فول وترمس اجبني طبعا. كل سنه وهو طيب يا بنتي. كل سنه وهو طيب ويجعله عامر في بيت، اللهم امين يا يا رب، رب يا العالمين، رب. ويجعله في المزاد طبعا. يا رب. فهو عشان طبعا بيجيب الحاجات ديت، فهو طبعا رضانا اداني فول وترمس وكتر خيره. فهي قالت لي خلاص، والله العظيم هي كانت حالفه احنا ما احنا لا جايبين لا ترمس ولا فول، بس لما هو اداني قالت لي خلاص طالما هو ادالك خلاص. فهي ربنا يطمنها على اخوها يا رب ويفك كربه، لان في الاول والاخر وقبل ما العيد ده عيد لحمه يا حبايب قلبي، يعني لا وقبل ما عيد ولا يكون فول اخوها ولا هو حلاوة. ابنها والضنا غالي. فعشان كده احنا هنقضي العيد معاكم بقى، سامحونا ان احنا مش هنصور بقى حاجات العيد، هنصور بقى ايه اجواء العيد، ويعني واصور ولادنا طبعا هم لابسين هدوم العيد. وان شاء الله يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم ربنا ونرضاكم. يجعله عيد سعيد عليهم وعلينا وعلى الامه العربيه الاسلاميه بخير يا رب. وما تنسوش بقى معاكم في اللايك والشير وتفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد من يوميات حنان داوود. طبعا لنا اكله فسيخ مع ام عبده، هي جايبه لنا النهارده فسيخ. قالت احنا بقى ايه بعد العيد ما بقاش في احنا صايمين محلات. 10 ايام كل سنه وانتم طيبين، وقلت لها تعالي بقى ايه واحنا في شربين كده بالمره، بدل ما احناش لاقيين حد تعالي نعمل ايه، نعمل جوله كده عند بتاع الفسيخ ونجيب منه فسيخ. ودي طلب محمد ابني، ما يقدرش طبعا اخر طلب لمحمد حسام، فجبنا فسيخ. ان شاء الله طبعا نعمل فسيخ معاكم فيديو حبايب قلبي، بس هيبقى فيديو نار، استنظرونا ونقول لكم تصبحوا على خير يا احلى متابعين ام عبده. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حبايب قلبي، وكل سنه وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بخير.